السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. ما ينوي فعله. بيكام يتسبب في جنون جماهير الريال بصورة مسربة، والجميع يستعطفه ألا يفعل ما ينوي فعله. ارتبط اسم الأسطورة ديفيد بيكام حاليا بخطف النجوم الكبار والأساطير من أوروبا، ومؤخرا تم تسريب صورة له استفزت جماهير ريال مدريد كثيرا وجعلتهم يشنون هجوما على لاعبهم السابق، والسبب في ذلك هي زوجته فيكتوريا، والتي عن طريق الخطأ سربت مقطع فيديو لزوجها تسبب في جنون الملايين من عشاق الميرينجي، وجعلهم يخرجون في رسائل واضحة ومباشرة للاعب الإنجليزي السابق بألا يقدم على ما ينوي فعله. والأمر هنا يخص تعاقده مع اسم كبير من صفوف الفريق الملكي لصالح ناديه انتر ميامي، فالمفاوضات باتت علنية ومكشوفة بين بيكس وأسطورة ريال مدريد الذي قد يرحل إلى الدوري الأمريكي للمحترفين في أقرب فرصة، ولما لا خلال ما تبقى من سوق الانتقالات الجاري. القصة بدأت من خلال رحلة صيفية عادية لبيكام وزوجته فيكتوريا، تبادلا فيها الصور الرومانسية ومقاطع الفيديو التي تظهر لهيب الحب بينهما رغم انقضاء 21 عاما على ارتباطهما، وهو ارتباط نتج عنه 5 أطفال تحولوا جميعا إلى نجوم مجتمع منذ طفولتهم. عطلة بيكام وفيكتوريا انقلبت إلى كابوس يطارد حساباتهما على مواقع التواصل الاجتماعي بعدما كشفت المطربة وعارضة الأزياء عن تواجدها في ساحل مدينة سيبان الكرواتية، ثم تم ربط الأمر بوجود نجم ريال مدريد لوكا مودريتش في نفس التوقيت بنفس المدينة خلال عطلة سريعة. هنا جماهير ريال مدريد شكت في وجود شيء ما، ثم تحولت شكوكهم إلى حقيقة بعد ظهور تلك الصورة. بيكام بالفعل قضى عطلته الأسرية بصحبة لوكا مودريتش وزوجته، واستمتعوا جميعا بوقتهم سويا على الشواطئ الكرواتية الساحرة. ولكن ما السر يا ترى؟ ومنذ متى يرتبط بيكام بعلاقة صداقة وطيدة مع مودريتش تجعله يقضي معه عطلة صيفية؟ القصة مريبة وجعلت جماهير ريال مدريد تربط الأمر بمفاوضات لضم صاحب 37 عاما إلى انتر ميامي، وبالفعل بدأت التقارير الصحفية تنتشر حول إجراء مالك الفريق الأشهر حاليا في أمريكا لمحاولة جدية من أجل إقناع مودريتش بالسفر إلى الولايات المتحدة للعب بجوار ليونيل ميسي في فريق واحد، وهو الأمر الذي سيكون كفيلا بجعل انتر ميامي واحدا من أكثر الفرق شعبية على مستوى العالم. وبدورها تساءل جماهير الريال إن كان مودريتش سوف يعجل بخطوته القادمة ويعيد التفكير في مسألة البقاء مع ريال مدريد لموسم آخر في ظل ابتعاده عن التشكيل الأساسي لأول مباراتين في الليغا، وتفهمه لانتهاء دوره كلاعب أساسي في حسابات المدرب كارلو أنشيلوتي الذي بات يعتمد أكثر على اللاعبين الشبان أمثال بيلينغهام وفالفيردي وكامافينغا وتشواميني، وبنسبة أقل توني كروس، وهو ما يعطي ديفيد بيكام حجة قوية لإقناعه بإنهاء ارتباطه مع الريال والانتقال إلى انتر ميامي بعدما رفض في وقت سابق من الميركاتو الصيفي اللعب في الدوري السعودي. أفادت تقارير إعلامية فرنسية بأن الدولي المغربي عز الدين أوناحي لاعب نادي مارسيليا الفرنسي لكرة القدم توصل بعرضين من الهلال والأهلي السعوديين للظفر بخدماته خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية. وذكرت صحيفة ليكيب الفرنسية أن نادي مارسيليا قد يتفاعل مع العروض التي توصل بها من أجل أوناحي في انتظار تطور المفاوضات مع الفريقين السعوديين اللذين أبديا اهتمامهما باللاعب. وتوقعت تقارير إعلامية فرنسية أن يكون أوناحي متحمسا لمغادرة مارسيليا، خصوصا أن مدربه الحالي مارسيلينيو غارسيا بات يوظفه جناحا أيسر، وهو المركز الذي لم يتعود جوكر المنتخب المغربي على اللعب فيه، الأمر الذي يشكل ضغطا عليه. وأشارت المصادر ذاتها إلى أن بابلو لانغوريا رئيس نادي مارسيليا لن يعارض رحيل أوناحي، خصوصا أن الأهلي والهلال مستعدان لدفع ما بين 15 و20 مليون أورو لإنعاش خزينة النادي.